عمرك وانت ماشي في طريق حافظه صم، طريق عديت عليه 100 مرة وفجأة تحس ان الطريق ده اتغير وبقى شكله غريب؟ انا محمد عبد الواحد، وده برنامج فنجان رعب. من سنين طويلة ومن كترهم انا مش فاكر عددهم، كان طريق الاسكندرية دايما واحد، نفس الطريق، نفس المشاهد، نفس المسافات. بس كان في حاجة واحدة عمري ما قدرت اتجاهلها مهما حاولت: مصنع ضخم عملاق على جنب الطريق قبل مدينة العمرية. مصنع مش طبيعي، لا حجمه ولا شكله، مبنى عالي وضخم كأنه جبل خرسانة. بس الغريب إنه مهجور وساكت ومفهوش حياة. كنت كل مرة أعدي من جنب المصنع ده أحس إن عيني بتروح ليه غصب عني، كأنه بينده عليا، وأقول لنفسي: إزاي مصنع بالحجم ده وبالمكان ده ومقفول في بلد زي مصر وفي طريق حيوي جدا؟ وأفضل أسأل نفسي: هي فين الدولة؟ فين أصحابه؟ فين العمال؟ فين أي حد؟ وساعات كنت بحس بزعل، زعل حقيقي على مبنى ضخم واقف زي ده، جثة، وعلى أسرار مستخبية جواه محدش يعرف عنها حاجة. وكنت دايما أقف بالعربية أبص عليه من بعيد، أبص على الشبابيك المكسرة والجدران اللي لونها اتغير من الزمن، وأقول أكيد المصنع ده وراه حكاية، وحكاية مش عادية. فضل الإحساس ده معايا سنين، لحد ما في يوم من الأيام سألت أبويا الله يرحمه. كنت فاكره هيضحك أو يقول لي كبر دماغك، لكن اللي حصل خلانا اتوتر. بص للمصنع وسكت شوية، وبعدين قال: المصنع ده مقفول بقاله أكتر من 50 سنة ومحدش عارف عنه حاجة. سألته: طيب المصنع ده بتاع مين؟ قال: صاحبه مجهول. الكلمة دي فضلت ترن في وداني سنين طويلة. يعني إيه صاحبه مجهول؟ عدت الأيام، عدت السنين، لحد ما جه الوقت اللي عمري ما كنت أتخيل إن الفضول ده هيتحول لرعب حقيقي. أيام ثورة 25 يناير الدنيا كلها كانت مقلوبة، والطرق مقطوعة، وفي توتر وخوف في كل حتة. وفي وسط الجو ده اضطريت أسافر اسكندرية، مشوار شغل سريع، يومين بالكتير. طلعت الصبح، الجو كان جميل والشمس طالعة وكل حاجة عادية جدا، لحد ما قربت من العمرية والمصنع ظهر قدامي. نفس الإحساس، نفس القلق، نفس الفضول. وفجأة من غير مقدمات، ومؤشر الحرارة في العربية طلع فجأة، العربية سخنت، اضطريت أقف على جنب الطريق. الساعة كانت حوالي 6 المغرب، والجو برد بطريقة مش طبيعية. نزلت، فتحت شنطة العربية، طلعت جيركن المية، لقيته فاضي. لفيت وشي حواليا، زراعات وأراضي فاضية، مفيش بني آدم غير المصنع واقف على بعد خطوات مني. قلت لنفسي: يمكن ألاقي حد هناك، أي حد، حارس، بواب. خدت الجيركن ومشيت ناحية المصنع، وأنا بقرب حسيت إحساس غريب، كأن المكان تقيل، كأن الهوا نفسه مخنوق. شجرة ضخمة جدا جنب المصنع، ورقها دبلان ميت، كأنها شافت حاجات كتير قوي ومش قادرة تحكي عنها. وفجأة راجل ظهر قدامي من العدم، لابس لبس عمال قديم مطرب، وشه باهت، ملامحه مش واضحة. بصلي وقال لي: انت واقف هنا ليه؟ صوته كان غريب، ما كانش عالي. قلت له: العربية سخنت وعايز أملأ الجيركن مية. بصلي شوية وقال لي: هات وخليك انت هنا متتحركش. خد مني الجيركن ومشي ناحية المصنع. شفته بعيني وهو بيدخل بوابة صغيرة جنب المصنع، بوابة شكلها قديم بس مفتوحة. وغاب عني حوالي دقيقتين ورجع والجيركن مليان. اداني الجيركن وقال لي: اتفضل. شكرته، بس الفضول كان قاتلني. قلت له: هو حضرتك اسمك ايه وساكن هنا؟ قال لي: اه انا ساكن هنا واسمي رفعت. قلت له: ساكن فين؟ قال لي: في المصنع. قلت له باستغراب: ازاي ده مهجور؟ بص لي بنظرة وقال: انا هنا من 50 سنة. قلت له: انت هنا من 50 سنة غفير؟ قال بسرعة: لا، انا هنا عامل. وبعدين بتسأل ليه كتير؟ مشيت وانا قلبي بيدق. حطيت المية في العربية والعربية اشتغلت ومشيت. وصلت اسكندرية، خلصت شغلي، بس الإحساس مرحش. كنت حاسس إني مش لوحدي، كأني في حد قاعد ورايا في العربية، نفس تقيل، إحساس مراقبة. قلت لنفسي: يمكن أنا مرهق من الطريق ومن السفر.
قررت أرجع بدري. الساعة كانت حوالي 10:30 بالليل. الطريق الصحراوي فاضي، ضلمة جدا، وأنا سايق المؤشر فضل ثابت لحد ما قربت من كوبري العمرية. وفجأة المؤشر طلع تاني غليان. وقفت في نفس المكان بس الناحية التانية قدام المصنع مباشرة. فتحت كبوت العربية، العربية بتغلي. فتحت الشنطة، الجيركن فاضي، نسيت أملاه. وقفت لوحدي في وسط الضلمة، طريق سريع والمصنع على يميني. قلت لنفسي مفيش حل غير عم رفعت، أصحيه من النوم وخلاص. عديت الطريق، دخلت الزراعات، وصلت عند المصنع. رحت البوابة اللي شفته دخل منها، لقيتها مقفولة بإقفال مصدية، وإن واضح إن مقفولة من سنين. قلت إزاي دخل، إزاي وخرج إزاي؟ استنيت 5 دقايق بالظبط. مفيش صوت، مفيش حركة غير صوت الهواء. وهنا قررت أرجع للطريق، أشاور لأي عربية وخلاص. وأنا خارج من الزراعات سمعت صوت ورايا، صوت حد بينده باسمي. وده كان بداية الكابوس الحقيقي. الصوت كان واطي بس واضح جدا، كأنه قريب أوي مني، قريب أوي من وداني. جسمي اتجمد مكانه، ما قدرتش ألف. الصوت اتكرر، قرب. حسيت بنفس وسخونة ورا رقبتي. وفي اللحظة دي افتكرت كلام أبويا لما قال إن صاحب المصنع ده مجهول. لفيت وما شفتش حد، لكن الإحساس كان موجود. إحساس تقيل ويخنق، كأن المكان كله بيقفل عليا. جريت ناحية الطريق، قلبي هيطلع من صدري. وأول عربية عدت وقفتها. الراجل اداني شوية مية وشكرته، ومشيت من غير ما أبص ورايا. وصلت للبيت، دخلت، قفلت الباب ورايا، والرعب مخلص. الليلة دي ما نمتش. كل ما أغمض عيني أشوف المصنع، وأشوف الشجرة اللي جنب المصنع، وأشوف رفعت وابتسامته البهتة اللي تخوف. بعدها بأيام قررت أبحث. سألت ناس كتير كبار في السن، سواقين وعمال، كلهم قالوا نفس الجملة: مفيش حد ساكن هنا، والمصنع ده اتحرق في السبعينات، واللي ماتوا فيه ما خرجوش. وقتها بس فهمت، رفعت ما كانش بني آدم، كان مستني حد يقف. ولو القصة دي خلتك تحس بحاجة غريبة، اكتب لي في الكومنتات. لو انت كنت مكاني كنت هتعمل ايه؟ اللي عنده قصة شبيهة بحاجة زي كده يا ريت يبعتها لنا في الكومنتات. وخلي بالكم، القصة دي ليها جزء تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.